السلام عليكم متتبعات قناة حلويات الماس. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نقدم لكم سبوسة لذيذة جدا وكتذوب في الفم، ومكوناتها بسيطة موجودة في اي بيت. نتمنى تجربوها وتنال اعجابكم، وما تنساوش اللي عجبكم الفيديو تبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم وتشتركوا في القناة. ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. في المقادير غادي نحتاجو كوبين من السميدة رقيقة، كوب واحد من الزيت، كوب واحد ايضا من الكوك، كوب من الحليب. غادي نحتاج ايضا بيضة واحدة، كيس من الفاني وكيس من خميرة الحلوى. غادي نحتاج ايضا اللوز للتزيين ورشة من الملح. بسم الله غادي نبداو. غادي ناخد هنايا السميد، غادي نزيد عليه الكوك، خميرة وسكر الفاني. غادي نخلطوا جميع المواد الجافة كما كتشوفوا، وغادي نضيف الملح. هنايا حيت السكر لانه غادي نسقيها بالسيرو، غادي نسقيها بالسيرو، لكن اللي كيحب الحلاوه بزاف ممكن يضيف السكر في الخليط. غادي نستمر هنايا، غادي نضيف الزيت وبيضه واحده وايضا الحليب، وغادي نخلطها مزيان كما كتشوفوا غير بالخلاط اليدوي هكا. من بعد غادي ندخلها للثلاجه ربع ساعه ترتاح وتماسك. من بعد ما دازت ربع ساعة غادي نخرجها من الثلاجة، وغادي ناخد هنايا القالب. هنا استعملت قالب مربع، ممكن ديروا قالب دائري. فرشت ليه هنايا ورق الزبدة ورشيته بالقليل من السميد. غادي نبدا نسرح فيه بهذا الشكل كما كتشوفوا. ممكن تستعني بالملعقة باش تصوبيه من الجناب هكا، طريقة سهلة وبسيطة. من بعد غادي ناخد هنايا السكين وغادي نقطعها مربعات، وغادي نزينها باللوز كما كتشوفوا. من بعد غادي ندخلها للفران اللي مسخنينه من قبل حتى كتحمر لينا بهذا الشكل. ثم غادي نخرجها من الفران وغادي نسقيها بالسيرو هي سخونه، وغادي نخليها تشرب مزيان. اذا هذه هي البسبوسه ديالنا، كتجي لذيذه بزاف. الا جربتوها اكيد غادي تعجبكم. وما تنساوش تدعموني بالاشتراك ديالكم في القناه وديروا لايك للفيديو، ونتلاقاو في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. والسلام عليكم.